السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. قبل أن نعيش معكم أجمل اللحظات التي عاشها الأسود خلال الاستقبال التاريخي والأسطوري الذي خصصته المملكة المغربية لأبنائها البررة وأمهاتهم، أريد منكم متابعي الأعزاء الدعاء بالشفاء العاجل لأم سفيان بوفال التي خضعت لعملية جراحية في قطر، والترحم على روح أم سليم أم الله الذي عاش لحظة مختلطة بين الحزن والفرح في آن واحد. سليم له ذكرى حزينة في مراهقته بعد أن شاهد أمه تفارق الحياة بعد جلطة دماغية تغمدها الله بواسع رحمته. أمك فخورة بك يا سليم، وكل أم مغربية تفتخر أن تكون ابنا لها. كما أن هناك لحظات حزينة هناك لحظات جميلة، فهذه سنة الحياة. اللقطة التي حركت كل المغاربة تلك التي ظهر فيها عز الدين أناحي وهو يمازح الأمير مولاي حسن، لقطة عفوية زينت عرس لاستقبال الأسود بعد إنجاز تاريخي شرف فيه الأسود كل العرب والأفارقة والمسلمين والمسيحيين على حد سواء، إنجاز أدخل الفرحة إلى قلوب الملايين عبر العالم وجعل اسم المغرب على كل لسان. الكل يتغنى بإنجاز الذي حققه الأسود أمام أعتى المدارس الكرة العالمية، الوصول إلى المربع الذهبي كأول بلد إفريقي وعربي يحقق هذا الإنجاز. منتخب المغرب أو منتخب الساجدين المرضيين كما يلقبه البعض استطاع بأخلاقه العالية والحس الوطني والعزيمة والرجولة والإيمان بالذات أن يفتح باب الأمل ويبرهن على أن المستحيل ليس مغربيا ولا عربيا. فإنجاز الأسود غير خارطة الكرة العالمية بأن هناك أمما من حقها أن تحلم وتحقق أحلامها رغم كل الصعاب. المنتخب المغربي رد الاعتبار للأمة العربية برفع علم فلسطين أمام أنظار العالم، مدافعا بذلك عن القضايا العادلة لتعود الروح من جديد للوطن العربي بعد الانتكاسات المتتالية التي قيدتنا وجعلتنا نبدو عاجزين. المنتخب المغربي أظهر للعالم أن الأمة العربية تملك رجالا لا يقهرون ويستطيعون أن يجعلوا من المستحيل ممكنا. كما أعاد لها ذكريات الفتوحات والانتصارات، أمة كانت سباقة للأمجاد. كما جمع شمل الأمة العربية التي فككها الزمان وجعلنا نفتخر بالانتماء لخير أمة أخرجت للناس، أعاد لها بسمتها المفقودة وثقتها المكسورة. الأراضي القطرية العربية كانت فأل خير على المغاربة والأمة العربية، وكأنها تريد أن تقول الفرح لا يمكن أن نعيشها إلا على أرض عربية مع شعوبنا العربية. شكرا قطر وشكرا للأسود، وفيتم وكفيتم، أسعدتمونا وشرفتم كل العرب. شكرا قطر، شكرا للأسود، وفيتم وكفيتم، أسعدتمونا وشرفتم كل العرب. شكرا للجماهير المغربية والعربية على تشجيعها ورسمها لوحات ستظل خالدة في الأذهان. شكرا لوليد الركراكي على هذه النخبة التي جمعتها على النية والأخلاق العالية. شكرا لكم على كل اللحظات الجميلة التي عشناها معكم، جعلت قلوبنا تخفق مرة وتفرح مرة. شكرا لكم على هذا الإنجاز، شكرا لكم على ما قدمتم لنا من فرحة وسرور، شكرا لكم على هذا الحضور. شكرا لكم لأنكم جعلتمونا نحلم، شكرا لكم لأنكم فتحتم باب الأمل في وجوهنا، شكرا لكم علمتمونا الصمود والتضحية والعزيمة والإرادة. أقول لكم شكرا وكل كلمات الشكر لا تكفي. وإلى أن نراكم في أحلى ظهور أقول لكم السلام عليكم، دمتم سالمين. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.